بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد، ان شاء الله يكون فيديو خفيف عليكم. النهارده هنعمل بيتزا بس بطريقة بقى يعني اقتصادية جدا. انا بعمل طبعا اللي هي البيتزا دي لما بيكون عايزة اهرب من الفراخ واللحمة والحاجات دي، فبعملها اصلا اكلة اقتصادية. فما بحطش فيها يعني فراخ بقى ولحمة و... أو اعملها بقى بالصدوق او بالجمبري، لا انا بعملها مارجريتا عادي، بس بالخضار واللي هي الجبنة. اي طبعا اضافات عايزين انتوا تضيفوها وتعملوها بطريقه يعني تعلوها شويه او تعملوها حاجه بقى يعني قاعد تيست كبير او تيست عالي او حاجات كده، انت تضيفيها زي ما انت عايزه. احنا دلوقتي عملنا الخميره. طبعا اول حاجه انا بعمل الخميره واسيبها على جنب قبل ما احضر الحاجه عشان اختبرها. بحط كيس الخميره، وكيس الخميره اللي انتوا شفتوه ده في منتهى الجمال، خميره ناجحه جدا. حطيتها في ميه دافيه، وحطيت معلقه سكر وقلبتها وسبتها شويه، وبعدين حطيت الدقيق. ده كيلو دقيق حطيت فيه، هو كان كيلو دقيق ناقص شويه، ناقص نص كوبايه تقريبا. بتاع دوت قلبت الدقيق مع بتاع ده الخميرة، وحطيت بيضة الأول، ضربتها، حطيت عليها ملح وفلفل أسمر، رشة ملح وفلفل أسمر صغيرين جدا، وحطيتها عليها. بعد كده حطيت الخميرة وعجنتها شوية، وبعدين عجنتها باللبن. أنا غالبا يعني عادة بدفي اللبن اللي أنا بعجن بيه، بس احنا عشان في الحر فأنا عملته عادي يعني مدفيتهوش، مش مستاهلة خالص إنك تدفيه يعني. بس وغطيتها زي ما انتم شفتوها كده وحطيناها على جنب. طبعا الجو حر جدا، فهي مش محتاجه لا تكلفتيها ولا تحطيها في البوتاجاز ولا حاجه ابدا، هي بره كده يعني عليت ما شاء الله بسرعه. نعمل بقى الصلصه. الصلصه أنا طبعا بضرب الطماطم في الخلاط وبعملها، وبدق تومه، يعني هما تومتين، فصين توم بالكتير، وبعدين بحط شوية زيت وبحطهم عليهم الثوم. أول ما ريحته تطلع بحط الطماطم، وأحط شوية ملح وفلفل أسمر وفي طبعا عندك زعتر، بس مش يعني مش دلوقتي طبعا، بتحطش الزعتر دلوقتي، بتحط في الآخر شوية كده، بتحط شوية زعتر بتبقى طعمها حلو قوي. وبحطها على النار لغاية ما تتسبك، وتتسبك يعني تتسبك جدا. وبعدين أول حاجة بعملها عشان خاطر تبرد، حاجتين لازم تكون الصلصة متسبكة جامد قوي، مفيهاش مية نهائي، وتاني حاجة تكون باردة. هنا بقطع بقى الخضار اللي انا هحطه فوق الوش. انا بقشر الطماطم وبقطعها وبشيل منها القلب اللي من جوه، وبقطع اللي هو الجلد اللي من بره بس. والفلفل طبعا الاخضر برضو بنفس الحكايه. انا بحط فلفل حامي على بيتزا واحده بس اللي هي بتاعتي، او عشان خاطر الولاد ما بيحبوش الحامي. طبعا في ايدك انك تحطي تزودي على الخضار ده بقى لما تيجي تحطيه على البيتزا. تحطي بقى اي حاجه انت عايزاها، صدوق، فراخ، اي حاجه، بس انا الحاجات دي بتاخد لها كده تشويحه بره، وعليها شويه ملح وفلفل اسمر وشويه بهارات. لو كانت فراخ بتحط لها اللي هي بهارات اللي هي الفراخ المشويه دي، وشويه بابريكا. طبعا الصدوق مش بيحتاج اي بهارات، بس لازم تاخديها على بره في طاسه على النار. اذا كانت الفراخ فانت بتحطي لها حته سمنه صغيره كده وبتشوحيها فيها وتحط عليها بهاراتها. اذا كانت الصدوق بتشوحيها بره. اما لو كان هتعملي باي حاجه اللي هو السلامي اللي هي البيفي اي حاجه بقى تاني تتحط نيه. اما الحاجات اللي هي الفراخ والصدوق والجمبري ده بيتشوح بره الاول، وبعدين بيتحط على البيتزا. انا بحط كمان، بحبها قوي بالبسطرمه، لما بكون عندي بسطرمه انا بحب البسطرمه قوي. وبعدين قطعت الخضار زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه شويه ملح وفلفل اسمر بسيط قوي، وسبته يتصفى. زي ما انتم شايفين الطبق نازل فيه ميه، هسيبه بقى كده يتصفى. الصلصه زي ما انتم شايفين برضو بتتسبك، وتفضل تتسبك لغايه ما هتشوفوا شكلها النهائي. هي كده لسه بتتسبك، لسه فيها ميه، لما تقلبيها كده هتلاقي صلصه. دي ما تنفعش تتحط على البيتزا دلوقتي، هتخلي البيتزا تبقى
يعني تنغنغ كده وتبقى فيها طريه. شوفوا كده دلوقتي اتسبكت لدرجه انك تعملي شمال يمين كده بالمعلقه، بتكون ما فيهاش اي صلصه تحت. هنا خمرت طبعا زي ما انتم شايفين كده العجينه. خدتها بره على حاجه. انا هعمل تقطعيها بقى زي ما انت حتى عايزه. انا هعمل صينيتين مدورين اللي هم بتوع البيتزا الصغيرين، الحجم عادي بتاع البيتزا، وهعمل صينيه مربعه كبيره. انا ما عنديش صواني بيتزا كتير، فانا بعمل صينيه المربعه دي لوحدها، وبعمل اتنين تانيين صينيه بيتزا. فبقطعهم زي ما انتم شايفين كده، مش احجام، مش يعني متساويه. اللي هي هحطها في صينيه البيتزا الصغيره بتبقى صغيره، اللي بحطها في الصينيه الكبيره بتبقى كبيره. بقطعهم كده واسيبهم شويه كده واغطيهم، اسيبهم برضو ياخدوا يعني 10 دقايق كده او 5 دقايق كتير في الحر ده، يخمروا شويه كده يرتاحوا. وبعد كده باخد اللي هي الصواني بقى، وابتدي ادهنها زيت، وافرش في كل صينيه اللي هي البيتزا بتاعتها، العجينه اللي انا عاملاها على قدها. بعمل العجينه الكبيره زي ما انتم شايفين، بعملها صينيه حلوه قوي، بتبقى مريحه على فكره، وبتبقى سريعه وبتتقطع مربعات، وما بتفرقش خالص عن الصواني البيتزا العاديه. هي بتبقى كل الحكايه انها صينيه كبيره قوي. فانا بحطها كده، بحط في صوابعي من الزيت اللي انا مدهناه تحت، طبعا عشان خاطر يتفرد معايا العجينه بسهوله، وكمان تبقى حلوه كده مقرمشه من فوق. لو انت بتحبيها تبقى تخينه، خلاص عادي ما تخرميهاش، لكن انا بخرمها عشان احنا بنحبها يعني تبقاش نافشه، بتبقى رفيعه شويه. فانا حطيتها كده وحطيتها على الصينيتين. انا البوتاجاز بتاعي بياخد صينيتين بس، فبفرد صينيتين صينيتين. فردت الصينيه الكبيره، والصينيه دي اللي هي بتاعه البيتزا، وانت تفردي وتستني شويه وبعدين تفردي تاني، هتلاقي العجينه تريح معاكي. بس انا صراحه العجينه ما احتاجتش ان أنا استنى شويه. انا كنت بحتاج قبل كده استنى شويه وبعدين اسيبها واروح افرد واحده تانية وارجع في كمل فرد. المره دي فردت كلها، يعني ما شاء الله طلعت ما شاء الله حلوه قوي. آه فدلوقتي احنا عملنا الصلصه وبردت. اهم حاجه تبقى الصلصه بارده. وهناخدها نفردها كده على العجينه في الصينيه. بتبقى على فكرة طعمها حلو قوي قوي الصلصة دي. انا ممكن اكل البيتزا بالصلصة بس، ما بحبش انا قوي الجبنات الكتير. فانا بحبها كده. بنفردها كويس عليها، وبعدين بنحط عليها بقى الخضار اللي احنا مقطعينه اللي هو الطماطم والفلفل. بس واحنا بنحطه هنقول لك لازم تعملي فيه تكه كده معينه قبل ما تحطيه على البيتزا. هقول لكم في البيتزا الجايه. بعد ما بنحط الخضار، انت بقى في المرحله دي ممكن تحطي بقى الحاجه اللي انت عايزاه، الفراخ او البسطرمه او الحاجات اللي انت عايزه تحطيها فوق البيتزا. اي اضافات تانية او زيتون. على فكره انا بحط زيتون، بس انا ما كانش عندي زيتون ونسيت وانا بشتري الحاجات بتاعه البيتزا عشان احضر لها ان انا اشتري زيتون. انا بحبها برضو قوي بالزيتون، بقطعه واحطه عليها بتبقى حلوه قوي قوي. هنا بنعمل اهي زي ما قلت لكم التكه اللي احنا بنعملها بقى، ان احنا بنعصر الطماطم والفلفل دي. احنا حاطين عليهم ملح عشان كده، عشان ينزلوا ميتهم، والميه اللي لسه ما نزلتش بنعصرها، لان اي ميه هتتحط على البيتزا هتخلي العجينه تبقى تبوش، تبقى فيها كده ميه، يعني العجينه تبقى مش حلوه. فبنحطها كده وبنحطها في الفرن. وما بنحطش الموتزاريلا دلوقتي، احنا بنحطها بالمنظر ده كده في الفرن. كده طلعناها بالفرن. اول ما تلاقي العجينه ابتدت تستوي ونشفت الصلصه والحاجات دي، بنطلعها. يعني بتبقى 3/4 سوا. بنطلعها نفرد عليها الموتزاريلا وبنحطها، لان احنا لو حطينا من الاول خالص الموتزاريلا بتتحرق وبتبقى ناشفه جدا. اما لما بتحطيها بقى كده في الاخر يا دوبك بتسيح، فبتبقى طريه وبتمط في منتهى الجمال. فالتكه دي برضو مهمه جدا. بنعملها كده، واهي دي انا مطلعاها بعد ما يا دوبك الموتزاريلا يا دوبك ساحت الموتزاريلا. بتاخدش لون ولا اي حاجه، بتبقى طريه جدا وحلوه قوي قوي قوي. وده شكلها بعد ما خلصت، وتجربيها وان شاء الله تبقى في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمه الله.